يا مساء الخير عليكم يا حبايب قلبي. طبعا المطبخ النهارده حاجه اسمها مطبخ اقتصادي. يعني ايه مطبخ اقتصادي؟ يعني مطبخ مثلا مش داخل فيه ثلاجه، مش داخل فيه ديب فريزر، البوتاجاز بتاعه مش بيلت ان، فبالتالي ملوش فرن جوه نيش. يعني اقتصادي بالمعنى البسيط خالص، ان احنا عاملين مطبخ هنستغل فيه كل حاجه ان احنا نقدر نعملها، وخصوصا ان المطبخ ده مطبخ اهالي، يعني مش مطبخ عروسه او كده والكلام ده مطبخ اهالي. يعني ايه؟ يعني احنا عايزين يا باشمهندس رامي الحاجه اللي احنا هنستغلها بس على قد ما نقدر، والموضوع يكون بسيط خالص. المطبخ يا جماعه هنا من خامه اللامبورجي، خامه محترمه خالص، ده بالنسبه للظرف. تمام. وبالنسبه للخامه اللي جوه الومنيوم ماكسيم بيور 18، خاليه من السكريبت وخاليه من الكلام ده كله. بالنسبه للدواخل احنا غيرنا فكره الدواخل الحمد لله بفضل الله، بقت كلادن 4 مللي، طبعا شركه ما شاء الله، عشان يبقى احنا كل يوم زي ما انتم متعودين ان في جديد وفي تطور وفي كل الكلام ده. كان في بعض المشاكل قابلتنا هنا في المطبخ و... والحمد لله سيطرنا عليها، وخصوصا لما بيكون مطبخ اهالي، يعني في حاجات كتير احنا ما بتبقاش في ايدينا، ما بنبقاش قادرين ان احنا نتحكم فيها. احنا بدانا هنا بالنيش الظريف ده، الميكروويف، مساحه تخزين من تحت كويسه خالص، طبعا مفصلات سوفت كلوز. حطينا هنا التربو، وطبعا هنا بعدنا التربو عن البوتاجاز على قد ما نقدر. بسم الله ما شاء الله. تقسيم الركنيات، وهنا البوتاجاز زي ما احنا شرحنا كم مره يا جماعه ان البوتاجاز يبقى بمستوى الرخام، مش عشان الشكل بس، لا عشان الحراره ما تاثرش على جنب الوحدات اللي موجوده جنب البوتاجاز، مش بس عشان كده. وطبعا هنا عندي طبعا العمليه بتاعتنا قالت انا اهم حاجه عندي يا هندسه يا باشمهندس رامي، المطبخ كله كوم وحاجتين في كوم، ترول الزيت والنيش اللي فيه الميكروويف. فاحنا ما حرمناش من حاجه. ده ترول الزيت طبعا على شمال البوتاجاز، بحيث ان هو يكون سهل خالص كده في الاستخدام. الحوض عندي هنا، الانبوبه طبعا، واستغلنا المكان ده، وفي رف داخلي جوه بحيث ان الزاويه تكون موجوده. طبعا هنا كان عندي مشكله كبيره خالص، وازاي قدرت ان انا اتخطاها. انا عندي هنا الزاويه دي زاويه عاديه، نعمل التليفون صامت يا ست الكل، دي الست الكل ده عبد مخصوم منه 500، ما علينا. انا عندي هنا الزاويه دي كده، كان عندي انا هنا الكاميرا دي ساقطه كده، زائد ان انا عندي هنا المستوى هنا الارتفاع بتاع فتحه الباب قليل مش كتير. فانا عملت ايه؟ عملت انا الوحده اللي تحت دي منفصله عن الوحده اللي فوق، فده غير العادي الطبيعي. فانا عندي الوحده دي بالعمق اللي هو ال 35 اللي هو الطبيعي، ولكن فوق انا عامل العمق اقل شويه، اللي هو انا مخصم قيمه سقوط الكاميرا من هنا، بحيث ان انا الشكل الجمالي في الاخر يبقى كله كويس، المطبخ كله متناسق، ولكن انا على قد ما قدرت استغل. طبعا انا الكاميرا دي ساقطه معايا لحد الكورنر جوه. عندي الركنيه هنا نفس الفكره برضو عملتها، فبالتالي برضو هنلاقي انا رفعت مقاس الرف ده لفوق شويه غير الطبيعي. يعني لو بصينا هنا كده، انا عندي الرف ده مثلا بارتفاع معين هنا، تمام. عندنا هنا الرف ده اعلى شويه، مشيته مع اخر الكاميرا بحيث ان انا الرف ما يكونش جزئين، يبقى فيه هنا مسافه فوق. طبعا المطبخ بسم الله ما شاء الله، مش عايز اتكلم عن اللونين المميزين جدا جدا اللي هم بيريحوا العين، وحاجه بالنسبه لي حاجه مريحاني خالص. طبعا في حاجه هنا مضايقاني خالص، وهي الاضاءه هنا قليله خالص، وانا على قد ما بقدر وبشرح مليون مره يا جماعه، الاضاءه اهم حاجه في المطبخ عشان انا عينيا تكون مستريحه. تعالوا نتكلم عن الرخام بسرعه كده. الرخام يا جماعه احنا من اكتر الحاجات اللي احنا بنرشحها الجلاكسي، وبنرشحه اكتر من الكوارتز كمان، لان الجلاكسي بنقول ان هو رخام طبيعي وبيستحمل، ووش شقه زي ما احنا بقول. طبعا هنا الضروري الجميل، ولكن هنا والحله هنا راكبه من تحت مش من فوق، منعا لتسريب الميه، منعا لاي حاجه. انا كده في الامان خالص، مفيش مشكله من ميه، مفيش مشكله من اي حاجه. طبعا تعالوا نتكلم على الثوابت والنهايات زي ما احنا قلنا كده. طبعا الثوابت والنهايات دي من نفس خامه الظرف، يعني الثوابت اللي في الجناب دي نهايه الوحدات وبدايه الوحدات بتبقى من نفس خامه الظرف جنب الوحده الالومنيوم، بحيث ان انا ما يكونش متداري. طبعا يعني احنا هنا بنتكلم في نص لوح، يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ثوابت. وعندي ثوابت من الجنب ده هنا كمان. طبعا هنا الدريسنج هنا المطبقيه هنا مختلفه شويه، بمعنى ان انا كان عندي سنتر الحوض هنا. طيب انا عندي لو انا عملت المطبقيه بوحده كامله بالارتفاع الستاندر عندي 80، الكاميرا دي ساقطه عندي هنا، انا كلت نص المطبقيه. فانا بالتالي هنا وصلت لفكره ان انا هلغي الدراع المنطبق
وهعمل دراعين قلاب بوحده دريسنج ظريفه خالص شكلها لطيف، بحيث ان انا يبقى الاستخدام مريحني ومستغل مساحه. حاجه بسم الله ما شاء الله. طبعا سوفت كلوز مش عايز اوصيكم، وهنا الصفايه بتاعت الكوبايات بالدرج بتاعها بكل حاجه، يعني بسم الله ما شاء الله حاجه محترمه خالص. مطبخ ظريف خالص وجميل وربنا يبارك لاصحابه. من المطابخ الاقتصاديه اللي مش كتير قوي بس مستغلين في كل حاجه. مستني رايكم وما تنسوش تصلوا عليا.